هذه المراحل الاولى اللي كتبدا فيها انتاج زيت الاركان اللي تنجيبوه من الشجره، كنجيبوه تنقشروا ليه هذه القشره هذه بهذه الطريقه هذه هنايا كما كدير هذه الاخت. ومن بعد هذه المرحله الاولى. المرحله الاولى هذه من بعد كتهرس ديالها فسميتو كيف كتشوف ها هو كيكون هرس القشره كتخرج حتى هذه. المرحله الثانيه. المرحله الثالثه كنحطوا هادو هنايا في هاد البلاصه باش كنقيوه مزيان باش كيتفرز الحب وكيتفرز كلشي باش المهم كتضمن السلامه ديال المنتوج يكون نقي مزيان. كتفرز هذاك اللي صغير باش ما يتحرقش هذا قشور اللي ما محتاجينش به. باش كتجي عمليه تحميص. من بعد عمليه التحميص كنبقيو تما التمييز به تنديرو عمليه التحميص عاد عمليه الطحين كنحيو في الرقه كيتحمقوا بحال كنجمعوه هنايا وحطيناه هذه سميتو باش ما طيحش شي حاجه. هذيك الساعات المرحله الاخرى كنرشوه بالماء وكيبقى يتعجن كتبقى باش تخرج فيه الزيت. فهمت. بالنسبه دابا نتوما هاد الجمعيه ما قلتيلياش الاسم ديال هاد الجمعيه. تعاونيه ازرق. لا سميتها تعاونيه ازرق. انتاج اركان انتاج وتسويق زيت الاركان واملوا المشتقات ديالهم. اذا بالنسبه اذا معنا واحد احدى كذلك المستفيدات كذلك او المنخرطات في التعاونيه اللي غادي تشرح لنا هذه العمليه ديال الطريقه ديال التهراس. ياك طريقه التهراس. اذا مرحبا اختي لاباس عليك صحابي خير. هي هذه العمليه كيفاش تتم؟ انت كتشوف تنهرسو بحال هكا تنقيوه ومن بعد كاين باقي الطحين. من هذه العمليه تعاونيه ازرق. لا عاودي لي انا غا على العمليه. العمليه بحال هكا تنهرسوه اييه وتنقيوه من بعد تيتقلى من بعد تيطحن من بعد تيتعصر صافي شاريه مزيان. اذا كما تنشوفوا نحن الان في وحده لصناعه او لانتاج اركان من خلال الزيت ديالو وكذلك املو. هذه العمليه اللي تتطلب كذلك مجموعه من المراحل كل مرحله بطريقتها وكذلك بفنيتها الخاصه من اجل انتاج هذا المنتوج الذي تزخر به المملكه المغربيه وخصوصا مناطق الجنوب خصوص منطقه سوسمه الصغيره. اذا هي جمعيه ازريك جمعيه ازريك لإنتاج قشرو من بعد ملي كنساليو نحضروا الزيت وكنعبئوهم في هاد القنينات وتنديروا لهم ليتيكيت بسميت التعاونيه ديالنا وكلشي. كنستغلوا هاد المتلاشيات هادو باش نحافظوا على البيئه وسميتو كنستغلوهم كنصايبوهم ديكورات بحال هكايا كنصايبوهم طابلويات الاسم ديال التعاونيه صايبتو بهاد القشره هادي وهذاك اللي سميتو ديال الاركان اللي ما ديال التجميل كنصايبو به غسول ماسكات كتستعملوا ماسكات للوجه وللشعر. وهذاك الاخر حتى هو نفس الشيء كيتعطى للبهائم. وهذه القشره هذه اللي كنحيدوا هنايا حتى هي كتستغل كتعطى علف للبهائم علف ممتاز للبهائم. وهذه القشره الكبيره اللي كنساليو من الديكوراسيون بحال داكشي اللي تيبقى مهرس ما صالحش للديكوراسيون كنعطيوه لصحاب الفران كيساعد في تيبقى الاشتعال ديال تيبقى الفحم وسميتو تيبقى مشتعل مده طويله. المهم باش نحافظوا حنا على البيئه من واحد الجهه باش ننتجوا الاركان وسميتو باش يساهموا. وبالنسبه لهاد التعاونيه هذه يعني تعاونيه ازرق لزيت اركان او للاركان بصفه عامه يعني الزيت واملو ومشتقاته يعني ربما السنه الاولى ديالها تاسست. يعني ما تفكرش الان في الانتاج يعني الان تبدا في الاستفاده من مشاريع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. فعلا ان شاء الله حنايا قدمنا الملف ديالنا المبادره الوطنيه كنتمناو باش تلقى استحسان ديال الاعضاء اللي تماك باش ننتجوا حتى حنا نحصلوا على الالات لان كيف كتشوف هاد الالات الاوليه كاينين الات حديثه كتسرع العمليه ديال الانتاج وباش نستقطبوا بزاف ديال النساء حيت كاينين معنا نساء مطلقات واللي ارامل واللي يعني في حاله وضعيه شويه صعيبه اجتماعيه باش نساعدوا في الدخل ديال الناس ونساهموا حتى حنا ان شاء الله في الانتاج ديال الاقتصاد ديال المدينه.
وكنتمنى ان شاء الله باش نوسعوا المقر حتى هو ونوسعوا سميتو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، معكم بكم زهره، رئيسه ديال تعاونيه ازب للاركان. تأسست هاد التعاونيه تقريبا دابا شي 6 شهور باش تأسست. المهم انا اختاريت مدينه بوجدور، جيت من اكادير واختاريت مدينه بوجدور لان يعني المدينه باقي في النمو الاقتصادي ديالها، يعني اي مشروع ان شاء الله يبدا في هذه المدينه ان شاء الله باذن الله غادي يكون مزيان وعداد. ونيت باش ندير تقريب المنتوج من المواطن وندير التعريف ديال زيت الاركان لانه غني بمواد غذائيه بزاف، يعني كاين غني بمضادات الاكسده، بالاوميغا 3، يعني مضاد للكوليسترول، في مواد غذائيه كثيره بزاف. يعني قلت فلما لا ما يستافدوش منها السكان ديال الجنوب ونجيبوا لهم منتوج بلاصه ما يمشيو يقلبوا عليه شي بلاصه اخرى بعيده، وهذا نقربوا لهم حنا المنتوج هنايا بجوده مزيانه وبجوده عاليه، ونيت يتعرفوا على كيفاش كيتنتج زيت الاركان، كيفاش كتتم العمليه ديال انتاج زيت الاركان، واملو حتى هو كيفاش كيتنتج، المراحل ديالو ماشي عمليه سهله، خصوصا بآلات يعني يدويه وآلات تقليديه. وصافي مهم. وللاشاره بغيت نشرح معنى كلمه ازرب. هي معنى امازيغيه، كلمه امازيغيه كتعني الرحى، كتعني كلمه الرحى، واختاريتها لان هي اله ديال داخله في الاركان كاسم التعاونيه ديالنا. وسميتو التعاونيه ديالنا راه كتستقطب مشغله النساء، معنا النساء كثار، هادو غير اللي قدرت انهم اليوم الاخرين مشغولات شي شويه. وسميتو باش نساهموا المهم في الاقتصاد ديال المدينه ونخدموا العيالات حتى هما باش يعاونوا العائلات ديالهم واللي ازواجهم يعني على قد الحال واللي بالنسبه لهاد التعاونيه هذه يعني ربما كما قلت بلا انها في اطار يعني الاستفاده من مشاريع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ربما انه من تنهضروا على مثلا مجموعه من الشركاء اللي ربما تعتبريهم انهم تبغي توجهي لهم رساله على اساس انهم يحاولوا في اطار الدعم، في اطار سميتو في اطار يعني في اطار يعني الرقي بهذا المنتوج. المهم انا تنوجه رساله للمسؤولين والشركاء باش يدعمونا باش هذا المنتوج يمشي يعني تكون عنده واحد المستقبل مزيان، لان كيف قلت لكم هذا زيت الاركان راه زيت المغرب، كيتسمى زيت مغربي 100%، كيتميز به المغرب بوحدو، وهو كيتميز يعني بمواد غذائيه غنيه بزاف ومفيد للصحه لجسم الانسان، مفيد للسكري، مفيد للكوليسترول، مفيد لبزاف ديال الحوايج. جميل كذا. تجميل. غير على ذلك ان يعني كل شيء اركان بصفه عامه، من الشجره ديالو، القشره ديال الاركان، النواه، كل شيء ممكن الواحد يستافد منهم يعني بوسيله او باخرى. كيف شرحت لكم في الاول ديال الروبورتاج، يعني ان نقدروا نستافدوا من شجره الاركان بكل ما لها، من الشجره حتى للزيت حتى المنتجات الاخرى التجميليه، راه حنا غادي تنستافدوا من هذا المنتج هذا. لذا يعني كنتمنى ان شاء الله هذا المشروع يتلقى الاهتمام ديال المبادره الوطنيه باش نوسعوا ان شاء الله باذن الله، ونزيدوا الناس اخرين ونزيدوا في انتاج اكثر ان شاء الله باذن الله، خصوصا في منطقه الجنوب اللي تركزوا على التسويق ديالها، لان ما عندهمش هذا الزيت بزاف، هو كيف مفيد للصحه. ان شاء الله كنتمناو الخير. اذا نتمنى لكم التوفيق كذلك من اجل الرفع وكذلك تثمين هذه الوحده المصغره لانتاج زيت اركان وكذلك املو. اذا الى فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا. المهم في الاخير ديال هذا الحوار هذا بغيت يعني نشكر السلطات المحليه اللي كتمثل في سيد العامل وفي